دايما الناس اللي بتبدأ تتعلم برمجة من أول وجديد بيبقى عندها سؤال مهم جدا، وهو إيه أفضل لغة برمجة أبدأ بيها؟ وإيه أكتر حاجة هتفيدني إن أنا أتعلم الكونسيبت بتاع البروجرامينج كويس؟ ده موضوع فيديو النهاردة. أول لغة برمجة هتتعلمها في حياتك هيبقى لها عامل كبير جدا في نجاحك كسوفت وير ديفلوبر. عشان كده الموضوع مهم جدا، وعشان كده انت لازم تختار اللغه اللي انت هتبدا بيها بحرص شديد قوي. خلينا كده نتكلم ببساطه خالص. السوفت وير فيه مجالات كتير جدا، زي مثلا ويب، داتا ساينس، اندرويد، اي او اس، ديسكتوب، وات ايفر. ايه المجال اللي انت هتشتغل فيه؟ كل مجال ليه لغات برمجه معينه ريليتد ليه. يعني سي مثلا لو انت هتشتغل ويب يبقى المفروض تتعلم بي اتش بي او سي شارب او نود او بايثون وهكذا. انما لو انت هتشتغل موبايل، لو انت هتشتغل بقى اندرويد يبقى المفروض تتعلم جافا. لو انت هتشتغل اي او اس يبقى الاحسن ان انت تتعلم سويفت او اوبجكتيف سي وهكذا. لو انت مثلا هتشتغل داتابيز يبقى الافضل ان انت تشتغل ماي سيكوال او تتعلم ماي سيكوال. بس الفكره بقى ان احنا بنريكومند ان انت قبل ما تدخل في اي كارير من دول المفروض تتعلم الكونسبتس او الاساسيات بتاع البرمجه على لغه، وبعد كده تبدا تختار انت هتختار انهي كارير من دول، او هتبدا تشوف انت هتشتغل في ايه. فانهي لغه بقى الافضل ان احنا نتعلم فيها الكونسبتس بتاع البروجرامينج؟ طب احنا نختار ده على اي اساس؟ احنا بنحاول ببساطه جدا نشوف اقل لغه هتساعدك. يعني ايه اقل لغه هتساعدك؟ هتلاقي مثلا في البروجرامينج في حاجه اسمها بيلت ان فانكشنز. بيلت ان فانكشنز دي بتبقى دوال جاهزه في كل لغه برمجه بتساعدك ان انت تعمل شيء معين. سي مثلا انت عندك لسته من الارقام، ففي داله جاهزه اسمها سورت سي في السي شارب. فانت بدل ما انت تعمل كود يسورت الليسته دي واحده واحده، لا انت هتستخدم الداله ديت على طول وهي هتسورت لوحدها. فدي مش هتبقى حاجه لطيفه ليك في الاول، يعني احنا بنبقى محتاجين في الاول ان انت تعمل كل حاجه بايديك. فاحنا شايفين ان احسن لغه برمجه تبدا بيها هي يا اما السي بلس بلس يا اما البايثون لو انت عايز تدخل مجال البرمجه جديد. وانا شخصيا بريكومند السي بلس بلس اكتر، عشان السي بلس بلس هتبقى اقرب اكتر لاي لغه برمجه انت تتعلمها بعد كده وات ايفر ايه الكارير اللي انت تبدا فيه. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.